ايه ده؟ هو انت بقيتي عامله كده ليه؟ انت بقيت عامل كده ليه؟ ده انت ما كنتش كده خالص، ده انت كنت بتخاف على زعلي، ده انت كنت اي حاجه بعوزها بتجيبها لي، ايه اللي حصل؟ ما خلاص بقى، البنج راح مفعوله. وزي ما قال عمرو دياب، حلوه البدايات. البدايات فعلا هي دايما حلوه في كل حاجه انت بتقبل عليها في حياتك، حتى العلاقات التوكسيك اللي هم في النهاية بيبتدوا هم الاتنين يستمتعوا بان هم يأذوا بعض، بتبقى برضو البدايات حلوة والبدايات جميلة. كل واحد بيبين يا سلام ايه الجمال ده انت مفيش راجل زيك، وانت كمان ده مفيش بنت زيك، والفراشات بتبقى ايه في السماء. لذلك بيطفحوا الكلام ده في الاخر. لما تخش في علاقة ما بينك وما بين اي شخص، سواء خطوبة او ان شاء الله هتتم في جواز، لازم يبقى كلها اختبارات. ما تمشيش بمشاعرك وقلبك وتقعد تتهيم وسرحان فيه وفي تفاصيله، الله ده عينيه، الله ده شعرها، ده شكلها، كل ده كلام فاضي. فدي حلاوة البدايات. البدايات دايما جميلة، هيجيب لك كل حاجة انت عايزاها. لو طلبت حتة من القمر هيجيبها لك، وانت كمان لو طلبت ايه بالذي هتجيبهولك. البدايات دايما كده على فكرة، البدايات دايما كده. لكن شوف بقى النهايات بتبقى عاملة ازاي، تبقى شتايم وإهانة وضرب وقلة أدب وقلة قيمة وكل حاجة وحشة تتخيلها. بص للاتنين اللي بيشتموا بعض وبيضربوا بعض في المحاكم دول دلوقتي بيعملوا ايه؟ كانوا في البداية فراشات، كانوا في البداية يا سلام أنا معاكي وهنعيش مع بعض العمر كله، والبدايات دايما حلوة. فلازم بقى هنا تفكر بعقلك، عقلك دايما هو المنتصر، ودايما القرار الصح بيوجع والقلب بيبقى رافضه عشان هو القرار الصح. لكن عقلك دايما هتلاقيه بيقولك ايوه هو ده القرار الصح، حتى لو في اي وجع تجاوزه، لكن ده الطريق الصح. اللي بيخش بمشاعره في اي علاقة، العلاقة دي بتبوظ. ليه؟ لانه ما بيشوفش عيوب الشخص ده خالص، حتى لو عمل ايه بالذي، انا ما بشوفش منه اي عيوب خالص بمعنى الكلمة. بشوفه الانسان الكامل المكمل اللي مفيش منه اتنين. فتلاقيهم بعد الجواز لما يتجوزوا يقول لك ايه ده؟ هو انت بقيتي عامله كده ليه؟ انت بقيت عامل كده ليه؟ ده انت ما كنتش كده خالص، ده انت كنت بتخاف على زعلي، ده انت كنت اي حاجه بعوزها بتجيبها لي، ايه اللي حصل؟ ما خلاص بقى، البنج راح مفعوله. بنج البدايات خلاص ما بقاش له طعم. البدايات بتعمل حالة من البنج ليك ولمشاعرك. لذلك ركز بقى، الله يكرمك بعد كده في اي علاقة تخشها، احذر تمام الحذر من انك تتبنج، لان الشخص اللي هيجي قدامك ده هيبنجك بافعاله. والبنت كمان لو ظهرت في حياة حضرتك هتبنجك، ومش هتاخد بالك خالص من العيوب اللي عندها، وحضرتك مش هتاخدي بالك من العيوب اللي عنده، وهيحصل اللي بيحصل في كل حتة احنا بنشوفها. فاحذر يا صديقي من بنج البدايات، واحذروا من الفراشات اللي هتشوفوها حواليكوا في البدايات. واعرفوا ان الارتباط والجواز هو قرار عقلي بحت. ما ينفعش انك تدخل المشاعر في القرار ده. ما ينفعش انك تقول ده جاب لي كل حاجة انا عايزاها فهتجوزه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص. واسألوا الناس اللي اتجوزت، كانت البدايات جميلة قوي قوي قوي، لكن انتهت بطفح الفراشات.